تنبيه واضح وصريح، ولو ما سمعتوش لا تلومن الا نفسك. عشان دي يا صديقي فلوسك اللي انت تعبان فيها. ما تشتريش عربية مستعملة لمدة سنة قدام الا لو هتكشف عليها كشف تفصيلي ودقيق، وانا بقول لك الكلام ده عشان تحافظ على فلوسك. هتقول لي ليه وايه الجديد في الموضوع ده؟ بكل بساطة كده يا صديقي، بعد اللي حصل في الامارات مع اخواتنا هناك والعربيات اللي غرقت والدمار اللي حصل، هيظهر ناس ما عندهاش اي ضمير وهتاخد العربيات دي وتوزعها على اسواق الدول المحيطة كلها، وفي الاخر هتلاقي الاعلان نازل لك يقول لك وارد المانيا وارد اوروبا، ومش بعيد كمان يقول لك خارج سفارة. والاوبشن التاني ان هو يفكك قطع غيار العربيات اللي كانت غرقانة دي ويعمل لها طبعا اعادة تصليح ويبيعها لك. وللأسف قوانين الرقابة والجودة لا تسمح بالسيطرة الكاملة على الحتة دي.